لا سحر ولا شعوذة. تشوف إعلان مسلسله ينزل قبل رمضان وتلاقي تعليقات سلبية كتير من الناس: أنا مش هتفرج عليه، يا عم خليه يشوفه لوحده، هقاطع المسلسل، أنا مش بحب أسلوبه، بكره مسلسلاته، وحاجات من كده كتير. بيجي رمضان ويبدأ المسلسل وتحضر منه كم مشهد، فتكمل الحلقة، وحلقة ورا حلقة تلاقي نفسك بتتابع المسلسل وبتتعلق بيه لحد ما تحضره لآخره، بغض النظر عن مستواه أو مشاهد العنف اللي فيه. ما تعرفش ازاي بيشدك ليه ويخليك غصب عنك تتابعه. أكيد عرفتوا طبعا احنا بنتكلموا عن مين. نمبر 1 زي ما بيقول على نفسه الفنان محمد رمضان، جعفر العمدة السنة دي. ايوه حصل. واللي شفناه قبل كده كتير في الأسطورة والبرنس وابن حلال وحاجات كتير من أعماله. محمد رمضان كده يا صديقي يعتبر جمهور منقسم في حد ذاته. انت بتقول ايه؟ في اللي بيحبه وبيحب شخصيته وبيحب تمثيله، وفي اللي بيكرهه كله على بعضه كده وشايف انه هو بيدمر جيل كامل، وفي بيني وبينك كده في اللي ما بين البنين، اللي مش بيهاجم محمد رمضان في شخصيته لكن بيهاجمه في الاسلوب الهمجي في التمثيل، وبينصح يعني ان الناس كده ما تاخدهوش قدوة كل سنة في الشخصية اللي هو بيعملها في المسلسلات بتاعته. لأن النضارة واكلة نص وشي. ومن آراء الناس واحد بيقول عن جعفر العمدة، بيقول لك كده: جعفر العمدة بيحكم بين أهل منطقته وحكمه نافذ، يعني المفروض إنه شخص حكيم ومحترم، لكن العجيب إنه هو نفسه بياخد حقه بدراعه، والبلطجة كمان إنه بيسلف بالربا وبيسهر في الكباريهات مع الرقصات، ومتجوز 4 في بيت واحد، وهو بيعيش لوحده في شقة واللي عليها الدور بتطلع له، والغريب إنه بيعاملهم كلهم هو وأمه بصورة مهينة للزوجة والمرأة عموما، لكن طبعا كلهم وكل اللي في المسلسل بيحبوه ما عدا أعدائه. أقول لشبابنا ده مش نموذج الرجولة ولا الشهامة، وبلاش حد يحب إنه يبقى زي جعفر العمدة، وده رأي واحد من الناس. ومع أحداث المسلسل اللي بتدور في ناس بتتأذي نفسيا، ومنهم حد زي وداد واللي أدت دورها بإتقان، وهي الفنانة جوري بكر، واللي كانت زوجة للفنان سيد العمدة في المسلسل، واللي عملت له قضية خلع من وراه بدون علمه، وعاشت بعد ما خدت حكم في قضية الخلع عاشت معاه في بيت واحد لمدة 7 شهور، وفجأة مشيت واتجوزت شخص تاني، واللي قالت للناس اللي بتهاجمها: فضلا وليس أمرا، أرجوكم ده تمثيل، أنا عارفة مش قصدكم، بس كفاية سب وقذف وشتايم، وحسبي الله ونعم الوكيل، وربنا ينتقم منك، وحاجات كتير، كأنكم بتدعوا عليا، صدقوني الكلام ده بيأذيني نفسيا، عيب عيب، عشان كده مش بعمل شير لناس كتير احتراما لأهلي وزوجي، من فضلك شكرا. وفي الرأي اللي شاف ان المسلسل حلو وقوي جدا، وان المخرج محمد سامي ليه دور كبير في إخراج فضول الناس في كل حلقة، زي طبعا ما بنشوف في الحلقات كل حلقة بيثير فضولنا وعايزين نعرف ايه اللي هيحصل في الحلقة اللي بعدها. لكن الرأي ده معترض على بعض أشياء في المسلسل. الرأي ده بيقول يا صديقي: الحق يتقال، مسلسل محمد رمضان السنة دي جعفر العمدة طلع حلو، مش أحسن حاجة بس أفضل من مسلسلات كتير، وعرف محمد سامي يشتغل كويس قوي على الفضول عند الناس، خصوصا في نهاية كل حلقة. بطل المسلسل الأول هي القصة، ثم هالة صدقي، صفصف، وأحمد فهيم سيد العمدة، الباقي كله تمثيل عادي ويمكن أقل من العادي، وللأسف دور غير موفق لزينة لأن موهبتها أكبر بكتير من الدور اللي هي بتعمله، سواء نتفق معاها أو نختلف. محمد رمضان مفيش جديد في تمثيله، هو زي ما هو، لا زاد ولا قل. عيوب المسلسل هي العيوب اللي موجودة في أي مسلسل مصري، زي المط في الأحداث والحشو علشان زيادة الوقت، وعيب كمان في الإخراج، وهو إن الكاميرا قريبة جدا من الممثلين، حتى في المعارك المفروض تبعد شوية لأن ده عامل لخبطة تخليك مش عارف مين بيضرب مين ولا مين مع مين. لكن مجملا المسلسل حلو فعلا. وفي رأي مختلف شوية بيتكلم هنا بصيغة التهكم على الناس اللي بتاخد شخصية محمد رمضان في المسلسل قدوة وبتحاول تنفذه في حياتها. بيقول ايه الرأي ده؟ موضوع ان الناس ابتدت تردد مصطلح القدوة وتقوله للي رايح واللي جاي، ده مش حلو خالص. كل ما حد يتفرج له على مسلسلين ولا فيلمين يجي يقولك على البطل قدوة، ديكستر مورجان القدوة، ريج رايمز القدوة،
والتر وايت القدوة، المفروض ان انت شاب كبير وعاقل، والمفروض ان مش اي حد تقتدي بيه ببساطة حتى لو على سبيل الهزار، لان مفيش غير قدوة واحد وهو جعفر العمدة. وهنا بيتهكم على الناس اللي بتاخد شخصية جعفر العمدة كقدوة في حياتها. وفي آخر الفيديو، الفنان محمد رمضان شخصية قوية في التمثيل وقدوة، ولا متعب وفاسد الجيل كله بأعمال البلطجة؟ مستنيين رأيكم في التعليقات، وتقول لنا كمان إن الفنان محمد رمضان بالنسبة لك أنت يبقى إيه؟ وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.